السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ تعالوا نعمل خشاف المصري. طعمه جميل، لازم تجربوه. 2 لتر مية نسيبهم يغلوا. الخشاف ده لازم في كل بيت مصري في رمضان. بعد ما يغلوا نحط قمر الدين، كيس قمر الدين نقطعه ونقعد نقلب فيه لين نتأكد ان هو كل واحدة بقت يعني لوحدها. هنحط عليهم نوعين من التمور، تمر خلاص وتمر سكري. تمر الخلاص سكره اقوى فمش نحتاج نحط سكر، ونقلبهم كويس. اول ما قمر الدين هيدوب لونه هيتغير وهيكون بالشكل ده. هنطفي النار ونحط 3 معالق كبار جوز هند ونغطيهم. هنسيبه كده تقريبا 12 ساعة او اقل. خليه على جنب طبعا، ما تدخلوش التلاجة عشان الحرارة تدوب كل حاجة فيه. الشيف المرة دي جوزي مش انا. المهم هنجيب حلة تانية نحط فيها تمر سكري منزوع النوى، طبعا متقطع، تين متقطع مجفف، وقراصية برضو منزوع النوى، كل ده منزوع النوى ومش متقطع. هنحط عليهم ميه لين نغمرهم، هنسيبهم برضو 12 ساعه على جنب، بس دي ميه يعني فتره بحراره الغرفه، ما نغلوهوش خالص. هنسيبه لين كده يبوش اهو. بعد 12 ساعه بعد ما باش وحطينا الميكس قمر الدين على الفواكه، وحطينا زبيب في النهايه. الزبيب اخر حاجه على البارد عشان ما يستويش ويتنفخ. بس يا جماعه، ويعني يا رب يعجبكم. صراحه الوصفه دي من احلى الوصفات اللي اكلتها في حياتي للشخاف. لازم تجربوها بجد. ما شاء الله تبارك الله، جوزي ابدع في الوصفه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.